كتير كنت بسأل نفسي، هو ليه ربنا بيختبرنا؟ ليه ساعات الدنيا بتتقلب علينا فجأة مع اننا مش شايفين اننا غلطنا في اي حاجة؟ دايما في اي لحظة وجع او فقد او حتى خذلان من حد قريب بيجي في بالي السؤال ده. اقعد اسأل ربنا كده وكأني استغفر الله العظيم بلومه، اقوله ليه يا رب؟ ليه انا؟ ليه بتعمل معايا كده؟ انا مش قادرة. الحقيقة ان الموضوع اعمق من مجرد امتحان صعب او ظروف قاسية. ما كنتش فاهمة ان الاختبار مش دايما عقوبة، ومش معناه انك اقل من غيرك. بالعكس، ساعات بيكون الابتلاء رسالة حب او دعوة للتطهير او حتى خطوة لمرحلة اقوى في حياتك. خلونا نتكلم مع بعض ببساطة في اللي هو ليه ربنا بيمررنا بالاختبارات دي، ايه حكمتها، وازاي ممكن نخرج منها مش مكسورين، ازاي ممكن نخرج من الابتلاءات اقوى واقرب لربنا. ربنا قال: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد خلقنا الانسان في كبد. يعني من اول يوم في الدنيا الانسان بيتولد وهو بيقاوم الهوى، بيقاوم الظلم، بيقاوم الفقد، بيقاوم الوجع. احنا مش في جنة، دي دنيا، واسمها كده مش صدفة على فكرة. اصل الدنو معناها انها حاجة قليلة، الدنو يعني حاجة مؤقتة، حاجة غير مستقرة. لو كانت الحياة دايما مريحة مش هتسأل، مش هتتغير، مش هتعرف قيمة النور غير لما تعدي في الضلمة. طيب خليني اقولك ان مش كل اختبار بيكون عصاية فوق راسك. في 3 انواع من الابتلاء او من البلاء. في عندك بلاء التنبيه، يعني ربنا بيوقفك، بيهزك من غفلة. يمكن تكون نسيت، يمكن غرتك الدنيا او غرك شيء، فجالك موقف مخصوص ربنا عمله معاك عشان تفوق، عشان ترجع لصوابك. في كمان بلاء التمحيص، وده مش بسبب ذنب، ده امتحان لصبرك، لنضجك، لإيمانك. زي كده بالظبط الجواهرجي لما بيحط الذهب في النار عشان يصفى. في بقى بلاء الرفع، ده ربنا بيحبك وعايز يرفع درجتك زي ما رفع الأنبياء وأولياء. هو مش بيأذيك ولكنه بيطهرك. بسم الله الرحمن الرحيم، وبشر الصابرين. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله مع الصابرين. يعني لو جاب ابتلاء اصبر عشان ربنا يبقى معاك وربنا يقف جنبك. طيب هنا بقى هنسأل سؤال، او هيجي في بالي سؤال، هو ليه اصلا ربنا بيبتلينا؟ الاجابة العميقة هنا يعني هقولك عشان تتبدل من جواك. كل اختبار هو لحظة قرار، هتتكسر ولا هتتغير. الألم يعني بيعرفك على نفسك الحقيقية. الألم بيخليك تشوف نفسك من جوه. الخوف بيخليك تدور على الأمان الحقيقي. الفقد بيحررك من التعلق وبيفك ارتباطك بأي حاجة غير ربنا. ما تتعلقش غير بالله، ما ترتبطش غير بالله عز وجل. الابتلاء مش عقوبة، الابتلاء دعوة للتطهير. لو فتحت المصحف هتلاقي قصص كلها اختبارات. سيدنا إبراهيم شاف ابنه بيتاخد منه، في أصعب من كده؟ ومع ذلك قال: يا بني افعل ما تؤمر. سيدنا موسى بيجري من قوم فرعون لوحده خايف يتقتل، وبرضه قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. شوفوا اليقين بالله قد ايه. سيدنا أيوب مرض وخسر كل حاجة، لكن قال:
بسم الله الرحمن الرحيم إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. إيه الجمال ده؟ دول مش بس قصص، دي رسائل ربنا بيقولك حتى الأنبياء اختبروا. لا يعني مش معنى كده إن أنا بختبر المذنبين، لا، ده الأنبياء والأولياء يعني خضعوا لاختبارات من ربنا، وده معناه انهم مش مذنبين، ولكن لانهم مقربين لله عز وجل. علماء النفس بيقولوا ان الانسان ما بيتغيرش فعلا الا بعد صدمة، اللحظة اللي فيها كل حاجة بتتهز هي نفس اللحظة اللي بتعيد فيها بناء نفسك. الابتلاءات مش دايما بتكسر، احيانا بتبني. القلق، الحزن، الوحدة، كل ده ممكن يكون لغة ربنا معاك عشان تقرب له، عشان تسمع، عشان تفهم وترجع عن اللي كنت بتعمله لو كنت بتعمل حاجة غلط. طب لو ما استحملتش، يعني يا رب انا ضعيف، انا تعبت، انا مثلا انا جالي اكتئاب، انا بصرخ من الوجع، اعرف ان حتى ده مقبول عند ربنا. النبي قال انما يجزى العبد على قدر بلائه، يعني حتى ضعفك محسوب، حتى دمعتك محسوبة، حتى شكواك لو توجهت لربنا هي عبادة. ربنا مش سايبك في البلاء. شوف الجمال ده، بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم إن مع العسر يسرا، صدق الله العظيم. مش بعد العسر، لا، معاه، يعني جوه الاختبار فيه نعم، فيه رحمة، فيه يقظة. أوقات الابتلاء بيكون في أكتر حاجة قربتك لربنا، أو بيكون هو أكتر حاجة قربتك لربنا، هو اللي خلاك تصلي بصدق، هو اللي خلاك تبكي وتطلب وتحس إنك بشر محتاجه. فالاختبار الحقيقي مش في الألم نفسه، الاختبار في رد فعلك. هل هتقرب ولا هتتراجع؟ هل هتطلب المدد من ربنا ولا هتستسلم للظروف؟ هل هتصدق ان في حكمة ولا هتظن السوء؟ ربنا مش بيمتحنك عشان يعذبك، ربنا بيمتحنك عشان يرفعك، ينظفك، يستخدمك. في اللحظة اللي هتقول فيها أنا مش فاهم بس واثق في الله، هي اللحظة اللي فعلا هتبدأ فيها الرحلة الحقيقية. يا ريت تحكولي في الكومنتات ايه اكتر لحظة صعبة عدت عليك وحسيت انك خرجت منها انسان مختلف. وافتكر دايما مش مهم قد ايه الدنيا صعبة، المهم مين واقف جنبك. ولو ربنا واقف جنبك فانت اصلا مش لوحدك، ولا عمرك كنت ولا هتكون لوحدك. واترككم في رعاية الله وأمنه.